بيبدأ فيلمنا والكهرباء بتقطع في مشرحة، وجون الحارس الليلي الوحيد بيخاف، وخاصة إنه بيسمع صوت حركة، ولما بيمشي ورا مصدر الصوت بيلاقي واحدة من الجثث مختفية، والأسانسير بيشتغل فبيروح عنده بسرعة، والمفاجأة إن الجثة بتكون لوحدها في الأسانسير وبتقف تبصله وعينيها لونها أبيض مخيف. فبيجري بسرعة يتصل برئيس الأمن، لكن قبل ما يقول اللي بيحصل بيترمي على الشباك الإزاز وبيتكسر عليه، وبيمسك التحقيق محقق شرطة اسمه برادة، ولما بيوصل المشرحة جولي مساعدته بتعرفه إن الجثة المختفية اسمها صوفيا وتوفت بسكتة قلبية بعد رجوعها من برلين، وبتقوله إن مفيش أي حاجة اختفت من المشرحة غيرها. وفي مكان تاني بنشوف جيفري جوز صوفيا وهو بيحط نقط في عينيها علشان يبان إنه متأثر في عزاها وزعلان عليها، وبمجرد ما الناس بتمشي من البيت بيروح لعشيقته سارة اللي بتخاف أول ما بتشوفه، وبتسأله إيه اللي جابه في الوقت ده، فبيقول لها إنها وحشته وكمان هو زهق من تمثيل الزعل والعياط، وبيجيله اتصال من رقم غريب فبيفتكر إن حد هيعزيه وبيقرر ما يردش، لكن سارة بتقوله إن الوقت متأخر وأكيد في حاجة مهمة، فبيرد على المكالمة وبيكون المحقق وبيبلغه إن جثة مراته اختفت. طبعا هو بيتصدم وما بيكونش مصدق اللي حصل، وسارة كمان بتسأله أنت متأكد إنها ماتت؟ فبيقول لها ما تخافيش أنا اللي قتلتها بنفسي، وإن كمان الدكتور قال إنها ماتت بسكتة قلبية، وبيقول لها مفيش داعي للقلق لأني عملت كل ده علشان نكون مع بعض ونقدر إننا نعيش بفلوسها في الحلال بدل علاقتنا المشبوهة دي. وعلشان يعرف لغز اختفائها بيقرر يروح المشرحة، وهناك أريا بيقابله وبيعرفه إن الجثة اختفت واحتمال تكون اتسرقت، وبيسأله لو كانت مراته ليها أعداء لأن شركتها أكبر شركة أدوية في السوق وأكيد ليها منافسين، فبيقول له جيفري إن هما الاتنين ليهم منافسين بس مش لدرجة إنهم يسرقوا جثتها يعني، وبيسألهم عن تسجيلات كاميرات المراقبة فبيعرفوا إنها كلها تعطلت مرة واحدة والحارس في العناية المركزة، ولما بيسأله هو ما كانش في البيت ليه بيقول إنه كان مصدع وخرج اشترى علاج للصداع، وبياخد أريا العلبة منه، وبتوصل دكتورة نادية اللي طلعت تقرير الوفاة وبتسأله لو كانت مراته بتعاني من أمراض مزمنة أو بتاخد أدوية، فبيقول لها إنها ما كانتش بتتعالج غير من الخوف من الطيارات وتعالجت ورجعت من سفرها طيران، وبيسألها إيه علاقة الخوف والأدوية باختفاء الجثة، فبتقول له إن أحيانا الجسم ممكن يدخل في حالة جمود تام شبه الوفاة بالظبط، لكن أريا بيقاطعها وبيتكلم معاها على جنب، وبيقول لها ان الاحتمال بتاعها مش منطقي لانها لو طلعت عايشه مش هتختفي فجاه، فبتقول له انها هي اللي كتبت ان سبب الوفاه سكته قلبيه، ودي ممكن تحصل متعمده بحقن او لو الحاله اتحطت تحت ضغط قوي، وانها ساعتها هتبان انها طبيعيه، وان الطريقه الوحيده علشان يتاكدوا هي طبيعيه ولا لا تشريح الجثه، وبما ان مفيش جثه يبقى مفيش تشريح. وبعدها جيفري بيتصل بسارة وبيقول لها تروح المستشفى اللي فيها الحارس وتحاول تعرف ايه اللي حصل له، وبيحذف رقمها من سجل المكالمات، وبيروح أريا يشرب قهوة مع الدكتورة، وبتسأله الدكتورة عن ليديا بنته فبيقول لها انها اتخرجت واشتغلت، وبيفتكر ازاي هو كان سبب في وفاة مراته وبيحس بالذنب، ونادية بتقول له ان الحادثة دي كانت قدرهم وانه ما ينفعش يعاقب نفسه على اللي حصل اكتر من كده. وبعدها جيفري بيحاول يمشي لكن الضابط ليو بيمنعه وبيقول له ان التحقيق لسه ما خلصش وبيرجعه المكتب من تاني، والكهرباء بتقطع تاني وفجأة بيسمع صوت وراه وبيلاقي الباب اتفتح لوحده، فبيدخل وبيلاقي خزنة وبتكون فيها الأدلة اللي مع الجثث، وواحدة منهم بتكون مفتوحة وفيها إزازة، ولما بيمسكها بيفتكر نفسه وهو بيحط منها لمراته علشان تموت وبيخبيها في جيبه، وبيدخل أريا عليه والكهرباء بترجع تشتغل من تاني، وبيكتشفوا إن تليفون صوفيا مختفي فبيطلبوا منه إنه يطلعه، لكنه بينكر إنه أخده فبيخليه يطلع كل حاجة معاه، وبيفتشوا أريا بالعافية وطبعا بيطلع إزازة الدواء من معاه، ولما بيسألوا عنها بيقول له إنه لقاها في الخزنة وأخدها علشان عليها اسم شركتهم. وبعدها سارة بترن عليه وبيجبروا أريا يرد عليها، فبيرد عليها وبيتكلم معاها على أساس إنها أخته وعايزة تعرف هو هيرجع إمتى، وبتفهم سارة إن في حد معاه، وبعدها بيدخل الحمام وهناك بيلاقي دعوة باسمه هو ومراته، وبيقلق لأن العشاء ده كان المفروض يروحوا معاها لكنه اتأخر علشان كان مع سارة وهي كانت خايفة إنه يكون بطل يحبها، وبالليل سارة بعتت له رسالة بتقول له فيها إنها ما بتحبش حد غيره، وساعتها صوفيا شافت الرسالة وده مكتوب على ظهر الرسالة دلوقتي، فهو بيقطع الدعوة وبيرميها في الحمام، بس الحمام بيكون بايظ فبيطلع الورق وبياكله قبل ما حد يشوفه، وبيكتشف أريا إن الشخص اللي عطل كاميرات المراقبة دخل غرفة التحكم من الغابة من فتحة التهوية،
وإنه كمان غير التاريخ لتاريخ قديم، وبيسأل جيفري هو كان فين اليوم ده، وبيبقى كمان غير الباسورد الرقم تاني، الرقم ده نفس رقم خزنة جيفري في الشركة. وبيفتكر لما صوفيا شافته وسألته هو ليه اختار التاريخ ده بالتحديد. وأريا بعدها بيوصل لآثار أقدام، وبيسأل جيفري عن مقاسه لأنه مشتبه فيه، ولما بيركب الأسانسير معاه بيحصل انفجار، وبيعرف بعدين إنه جهاز الإنذار، فبيتحرك مع فريقه بسرعة، وجيفري بيستغل الوقت ده وبيدخل مكان مقفول وبيرد على سارة، وبيقول لها إن التاريخ ده اتغير لأول مرة اتقابلوا فيها. وفجأة بيلاقي شريط مكتوب عليه رسالة من صوفيا، وبتسأله لو كان قتلها علشان سارة، وبيشوفها قدامه، بس أول ما بيغمض عينيه وبيفتحها تاني بتختفي. فبيقول لسارة إنه حاسس إنها لسه عايشة، وبيقول لها إنها لو عارفة هي مين هتورطها في مشكلة هي كمان، لأنها دلوقتي مخلية الموضوع يبان كأنه هو اللي سرق جثتها. فبتقول له يخرج ويهربوا مع بعض، بس هو بيرفض وبيقول لها إنه هيكلمها تاني، وبيحذف سجل المكالمة. بس المرة دي أريا بيشوفه وبياخد التليفون منه، وجولي بتقول لأريا إن الإنذار اشتغل بسبب سيجارة، ومولي بيقول له إن جيفري هو اللي كان بيدخن في الحمام، فبيشك إنه عمل كده علشان ما يعرفوش يتعقبوا أي أثر على الأرض. وبيأكد ده إن الدواء اللي كان طالع معاه سم بيدوب في الدم، وإنه كمان بيقدر يوقف القلب خلال 8 ساعات بس، وإنه كمان ما بيبقاش ليه أي أثر. فبيقرر أريا ينقله لمركز الشرطة، وبيطلب من ليو يحبسه تحت حراسة مشددة لحد ما يتحركوا. ولما بيعمل كده جيفري بيلاقي كوباية فيها نفس المشروب اللي قتلها بيه، وفجأة باب المشرحة اللي وراه بيتفتح وفي واحدة من الجثث بتتحرك، وبيحس بصوفيا وراه وبتقول له إنهم هيفضلوا مع بعض للأبد. لكنه بيفوق بيلاقي نفسه بيحلم، لكنه بعد كده بيسمع صوت أغاني في المشرحة، ولما بيمشي ورا الصوت بيلاقيه طالع من واحدة من الجثث، ولما بيدخل ايديه بيلاقي تليفون بيرن باسم صوفيا، وبيلاقي الجثة باسم الدكتور النفسي اللي كانت بتتعالج معاه. وبعدها الباب اللي جنبه بيتقفل، فبيرجع للتليفون وبيرن على صوفيا، وبترد عليه واحدة بتشتغل في مطعم، وبتقول له انهم لقوا التليفون في حمام المطعم، وبيبقى واضح ان صاحبته نسيته عندهم. فبيقول لها ان مراته ماتت، وبيشك ان هي اللي سابته هناك. فبتقول له ان التليفون عندهم لو عاوزه يقدر يروح ياخده من هناك، وبتعرفه اسم المكان. فبيتصل بسارة وبيقول لها تاخد التليفون من المطعم، ولما بتسأله ده تليفون مين بيقول لها ان ده تليفون الدكتور النفسي بتاع مراته، وهي قابلته قبل ما تسافر بشوية، وبيكون شاكك انه مش دكتور اساسا. وبياخدوا أريا للتحقيق من تاني، والمرة دي بيقول له إنه مشتبه فيه بطريقة مباشرة، وبيسأله هو إزاي اتعرف على مراته. فبيحكي له جيفري إنهم اتقابلوا أول مرة في مؤتمر للصيادلة، وهي كانت متحدثة رسمية فيه، وإن هو ساعتها كان مستمع. وتاني مرة اتقابلوا فيها كان عطلان على الطريق وهي شافته وافتكرته، على الرغم من إنه ما كانش شخص مميز. وتعرفوا من اليوم ده، وهي عرضت عليه يشتغل في الشركة اللي ورثتها من أهلها، وبعدها حبوا بعض على الرغم من إنه كان أصغر منها ب15 سنة. وأريا بيكون شايف إنه اتجوزها لأنها غنية، ولكن جيفري بيكون مصر إنه كان بيحب مراته وهي كمان كانت بتحبه، وإن اللي حصل ده كان مجرد صدفة. فبيطلب منه أريا يقول له اكتشف وفاة مراته إزاي، فبيقول له إنه رجع من الشغل لقاها نايمة ومشغلة موسيقى جنبها، لكن لما مسك إيديها عرف إنها ماتت. وأريا بيفضل حاسس إنه بيكذب لأنه مش باين عليه أي زعل عليها، وبيقول له إن مراته كانت شاكة فيه وأجرت محقق خاص، وبيديله صورة من عقد جوازهم واللي فيه شرط إنه لو خانها مش هياخد أي فلوس من ثروتها، وبيتهموا إنه قتلها لأنها عرفت إنه خانها بعد ما المحقق داني اكتشف خيانته. لكن جيفري بيقول له إن داني أصلا ميت، وبياخده علشان يشوف جثته، وبيتفاجئ بإنها جثة شخص تاني، فبيتجنن وبيفضل يدور في كل الجثث ولكنه ما بيلاقيهاش. وبتتصل جولي بأريا وبتعرفه إن داني مختفي ومكتبه مسروق، فبيقول لها تفتش في بيت صوفيا يمكن تلاقي فيه أي حاجة مهمة. وبيقدر جيفري يتصل بسارة تاني وبتعرفه إن داني محقق فعلا، وإنها لقت فلاشة قدام بيتها لما رجعت فيها صور ليهم وفويسات، وإن الفويسات دي فيها تخطيط لقتل صوفيا، وبعدها بتبعتها له، ولما بيسمعها بيتأكد إنها كانت عارفة كل حاجة، وبيخاف على سارة وبيقول لها تخرج من البيت وتختفي لحد ما يخرج. ولما بتخرج من البيت بتقول له إن في عربية ماشية وراها، وفجأة بتصرخ وما بتردش عليه، فبيقفل وبيحاول يخرج بالعافية، وأريا بيمنعه، فبيترجاه يساعد سارة وبيقول له إنها بريئة وملهاش أي علاقة بأي حاجة، فبيقول له يعترف بكل حاجة وهو هيساعدها في المقابل. فبيعترف جيفري إنه قابل سارة في الجامعة من 8 شهور، وإنه ساعتها كان بيدرس لها وحبها من أول مرة شافها فيها، وإنه بقى يديها دروس خصوصية خاصة بعد المحاضرات. وبيقول له إنه في بيته كان بيتهان بسبب الفرق اللي ما بينه وما بين مراته، لكن مع سارة كان حاسس إنه بطل
حصل لأنها كانت بتمدحه وشايفة إنه شاطر، وإنه في البداية كان بيحس بالذنب بسبب خيانته، لكن مع الوقت حس إن حبه لسارة كان أصح حاجة في حياته، وإنه حبها بجد فعلا وحكى لها كل أسراره، حتى الأسرار اللي مفيش أي حد تاني يعرفها أبدا، وهي كمان أنهت علاقتها بحبيبها علشانه. لكن لما هو فضل مكمل في علاقته بصوفيا انفصل عنها، وساعتها قالت له إنها مش عايزة تشوفه تاني، وإنها اختفت فترة فعلا وما كانش عارف يشوفها، ولما عرف يوصل لها تاني اعتذر لها ورجعوا لبعض. بس صوفيا وقتها كانت بدأت تشك فيه، ولو كانت عرفت الحقيقة كانت هتدمر مستقبله وحياته كلها. وعلشان ما يخسرش أي حاجة، لا الفلوس ولا علاقته بسارة، قتل صوفيا وبيترجى أريا ينقذ سارة بعد ما اعترف بالحقيقة كلها. وبتتصل جولي بأريا وبتعرفه إنها لقت مخططات المشرحة، ولقت الجزمة اللي أثرها موجودة، ولقت كمان اللبس اللي الشخص ده استخدمه في المشرحة، وإن كل الحاجات دي لقيتها في عربية جيفري، وإن الحارس فاق وقال إنه شاف الجثة في الأسانسير وبعدها في شخص هاجمه. فبيرجع أريا لجيفري وبيقول له إنهم لقوا كل حاجة تدل على إنه هو اللي خطف الجثة في بيته، وبيفضل جيفري يقول له إن صوفيا أكيد عايشة وفي حد تاني ساعدها، وإن ممكن يكون الشخص ده هداني، وبيطلب منه يدور على سارة وهي أكيد هتشهد ببراءته. وتاني يوم جولي بتقول إن شقة سارة واضح إنها مهجورة من فترة أصلا، وهم في طريقهم للسجن علشان ينقلوا جيفري بيلاقوا جثة صوفيا في الغابة وبيتأكدوا إنها ميتة فعلا. وأريا بيقول لجيفري إن سارة اللي حكى عنها محدش يعرف عنها حاجة، وبيقول له إن الشقة بتاعتها فاضية، وحتى المستشفى اللي قال إنها بتتدرب فيها اسمها مش موجود في سجلاتها، وبيتهموا إنه ألف كل ده علشان يحط لنفسه دافع علشان يقتل مراته، وبيطلب من فريقه يرجع الجثة للمشرحة. وبيقول لجولي إن التحقيق خلاص انتهى، ولما بيقول لجيفري يرجع العربية بيضربه وبيجري، لكن بعد فترة صغيرة بيقع على الأرض وما بيكونش قادر يتحرك خالص. فبيضحك أريا وبيبص لساعته وبيقول له إن فات 8 ساعات وهم في المشرحة، والمفاجأة إنه بيحكي له إنه من 10 سنين مراته ماتت في حادثة عربية، وكانت ممكن تعيش لو الأشخاص اللي خبطوهم نقلوهم للمستشفى، لكنهم مشيوا وسابوهم وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وإن الأشخاص دول هم جيفري وصوفيا، وإن مراته ماتت من النزيف. وهو فضل يدور لحد ما وصل لهم، وبيطلع صورة سارة وبيقول له إنها ليديا بنته، وبيقول له إنها دلوقتي سافرت ماليزيا، وإنها قربت منه من البداية علشان تتأكد إذا كان هو اللي عمل الحادثة ولا لأ، وهو اعترف لها بالحادثة لأنه كان حاسس بالذنب، وهي اللي حطت له السم في العصير قبل ما يروح المشرحة، وكل اللي حصل ده كان من تخطيطهم هما الاتنين. وأريا بيفضل يتفرج عليه وهو بيموت وبيسيبه وبيمشي، وبينتهي الفيلم بعد ما أخد حقه بأكتر طريقة مش متوقعة. ولحد هنا بيبقى خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن مهما كان الذنب اللي انت عملته فهيترد في يوم من الأيام وهيرجع لك. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا.